دلوقتي مع سيد محمد الرئيس صاحب شركة الرئيس للسفريات عشان يقول لنا عن مساهمته وعن نشاط شركة الرئيس للسفريات، ايه اللي بتعمله بالظبط وايه مدى الاستفادة من مشاركتها في الاي تي ام. اول شيء شكرا على الاستضافه. احنا طبعا شركه الرئيس للسفريات تاسست في عام 1977، يعني بعد سنتين ان شاء الله نكمل 50 سنه، ونحن نفتخر ان نكون شركاء رسميين لمعرض الاي تي ام لاداره الوجهات السياحيه از دي ام سي. المعرض هذا يعتبر من اهم المعارض مش فقط في المنطقه حتى في العالم، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من اكبر الشركات اداره الوجهات السياحيه، سواء استقطاب الزوار الى الامارات او الى ارسال السياح من خارج الامارات الى دول اخرى. انا شايف ان النشاط متعدد لكل الانشطه السياحيه بتعملوها، سواء اللكجري، ميت اند اسيست، الفي اي بي سيرفيسز. بتعملوا الحاجات دي في كل المواقع بتاعتكم يعني، ولا مينلي جيوغرافيكالي في منطقه دبي؟ لا، في كل المناطق. نحن اللي في دبي هذا تخصص شركه قائمه بحد ذاتها، نستقبل السياح منها البزنس ترافل، منها الليجر ترافل، المايز، الميديكال توريزم، هذه كل الاشياء، السستينبل توريزم والادفنتشر توريزم والاكسبيرينس اند تو اند، فول ايكو سيستم موجود من مواصلات، من وجهات سياحيه، من ادارات ترفيه، من جميع الاشياء. ونفس الطريقه عندنا شركه كامله متخصصه اللي هي بعث السياح من الامارات للخارج، سواء كان سائح للاعمال او سياحه الترفيهيه، سياحه العلاجيه، المستدامه او التجريبيه. يعني التارجت دلوقتي بالنسبه لكم في الصيف واحنا داخلين جو الحر، وان انتوا تروحوا فين الوجهات السياحيه المفضله اللي انتوا بتركزوا عليها في الصيف ده؟ والله شوف، في وجهات ما تخلى. يعني احنا من الامارات للخارج في مثلا لندن، بانكوك، موسكو، تركيا، وسط اوروبا، هذه ما تخلى. إيه، لكن عندك انت اللي هو اعتقد ستار او نجم الموسم، عندك كيب تاون جنوب افريقيا. تمام. شهر 6 و7 و8 شتاء بالنسبه لهم. درجه الحراره 5 الى 10 درجات، فالناس تحب. والسكند اوبشن نرسل لهم الى جولد كوست في استراليا. انت الهدف الرئيسي لما تسافر شهر 7 تهرب من حر الخليج الى جو بارد. تمام. وكيب تاون وجولد كوست من الشتاء، يعني انت رايح وضامن شتاء. تعرف انت بعض الاحيان في بعض دول اوروبا بتقلب على اساس. لا، بالتوفيق ان شاء الله، ودايما شركه الرئيس تبقى في صداره المشهد السياحي وتحققوا تقدم، ونصور معاكم ان شاء الله الدوره القادمه وانتم محققين جروث اكبر وتوسع اكثر. شكرا لك، شاكرين لكم على حسن الاستضافه. الله يحفظك.